يا جماعة قبل ما نبدأ اضربوا فولو ولايك بسرعة. اللي هتشوفوه دلوقتي مش هتسمعوه في أي حتة تانية. زمان في صحراء مصر الشاسعة كان في هرم مائل بعيد واقف ساكن وسط الرمال كأنه حارس للأسرار القديمة. الغروب كان نار، السما حمرة، والرمال بتطير مع الرياح كأنها بتحذر أي حد يقرب. في القصر الكبير أوسركاف الملك الغامض كان واقف قدام خريطة كبيرة على الطاولة، أصابعه بتمشي على الرموز والخطوط، بيخطط لكل خطوة في المملكة. الحراس بيتحركوا حواليه في الظل صامتين كأنهم أشباح، كل حركة محسوبة، كل خطوة محسوبة، مفيش مجال للغلط. اللي كان يعرف أوسركاف يعرف إنه مش بس ملك، ده قائد جيوش، محارب شجاع، ودمه بارد في أشرس المواقف. المتمردين اللي كانوا عايزين يسيطروا على المملكة بدأوا يقتربوا من القصر في الليل. خطواتهم كانت خفية، ضوء القمر خافت والرمال متطايرة تحت أقدامهم والظلال بترقص حولهم. فجأة أوسركاف خرج من الظلال، سيفه اللامع بيظهر تحت ضوء القمر، وحراس الملك اندفعوا بسرعة. بدأت المعركة، صوت السيوف تتصادم، دماء تتطاير، نيران صغيرة بتنور الجو. الرعب كان في كل خطوة والغموض حوالي كل حركة. المعركة طولت، أوسركاف وسط المتمردين، كل ضربة محسوبة، كل حركة بتنطق بالقوة والمهارة. الحراس حواليه بيحمونه، المتمردين بيقعوا واحد ورا التاني. الرمال والدخان والنيران كلها بتحكي عن فوضى منظمة وحشية، عن حكم وقوة الملك. وبعد ما هدأت المعركة أوسركاف رجع للقصر، وقف عند نافذة عالية ينظر للهرم المائل في الصحراء. ضوء القمر كان يرسم ظل طويل على وجهه الملكي، والنقوش القديمة على الجدران تتحرك كأنها بتحكي أسرار الملوك اللي فاتوا. في اللحظة دي كل اللي شافوه حسوا بالقوة، بالغموض، وبإن أوسركاف مش بس ملك، ده ظل مصر، عينها الساهرة واللي بيحميها من أي تهديد مهما كان.